ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. تخيل ان انت يكون عندك مال كتير واولاد وصحة والناس كلها بتحبك وكلام من ده كله، وفجأة كل ده يروح. طبعا قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني فانا اخوك يوسف، دكتور امتياز علاج طبيعي، ويلا بينا. طبعا لو انت مريت بالحاجات اللي انا قلت عليها دي كلها، فانت هتقولي اشمعنى انا، وليه كده يا رب، انا ازاي ان انا يحصل فيا كده، وانا عاوز انتحر، وانا ما عدتش قادر، والدنيا تقيله عليا، وانا مخنوق، وانا ما عدتش شايف حاجه قدامي، وكل شويه اروح اشتكي لده واشتكي لده، وانسى ان ربنا سبحانه وتعالى موجود، وان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في ايده الحل. لا يوسف في ايده الحل، ولا محمود، ولا خالد، ولا اي حد في ايده الحل غير ربنا سبحانه وتعالى. فليه ان احنا نلجأ للبشر؟ ليه يكون قدامنا الحل واحنا مش شايفينه وعاملين نفسنا مش شايفينه؟ وطبعا انت عارف انا بتكلم عن مين اللي صبر ولجأ لربنا سبحانه وتعالى، وهو سيدنا ايوب عليه السلام. وما لجأش البشر ولا كان بيشتكي البشر، بالرغم من الابتلاءات والحاجات الكتير اللي كان بيعدي بيها دي كلها، ولكنه كان بيدعي دعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. يعني هو لجأ لربنا سبحانه وتعالى، كان صابر ومحتسب، وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائه. طب ليه احنا مش بنعمل كده؟ ليه مش كل واحد بيمر بأزمة في حياته أو كل واحد بيمر بحاجة في حياته اللي هو يلجأ لربنا سبحانه وتعالى؟ تيجي بالليل كده في قيام الليل وتقوم تصلي ركعتين، هتخلص الركعتين من هنا هتلاقي نفسك مرتاح والدنيا زي الفل، هتلاقي ربنا بيدبر لك كل حاجة من غير ما انت تعرف. مش كل حاجة بنمر بيها ان الواحد يقول اشمعنى انا، مش كل ما افقد حاجة في حياتي اقول اشمعنى انا. ليه؟ مفيش حاجة اسمها اشمعنى انا. ربنا سبحانه وتعالى بيحبك فابتلاك علشان خاطر انك تلجأ له. ربنا شايف انك بعيد عنه، ربنا سبحانه وتعالى يريدك انك تقرب منه. فانا عاوزك وانت بتصلي كده اللي هو ادعي ربنا سبحانه وتعالى وقول له ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، واتفرج ربنا سبحانه وتعالى بقدرته هيعمل ايه. يعني بجد والله العظيم خليك واثق في ربنا كده. ما ينفعش انك كل حاجه كده اللي هو تجزع وتقول اشمعنى واشمعنى واشمعنى. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان الحل كله في ايد ربنا مش في ايد حد خالص. تعرف ان انا اول مره اعرف ان الامتياز مرهق بالطريقه المستفزه دي كان اول يوم امتياز ليا امبارح، واللي هو كنت نازل بقى متشيك بقى واول يوم امتياز وما اعرفش ايه والكلام من ده. فنزلت يعني اتصدمت الصراحه. يعني نزلت ما كانش في حالات كتير، كان هم يجي 3 حالات فاشتغلنا عليهم. اللي هو طبعا انا ما اشتغلتش عليهم عشان كان حالات اطفال يعني، وانا بحب ان انا اشتغل ادلت اكتر يعني. فالمهم يعني فبعد ما خلصناهم كانوا يجي 3 او 4 حالات بالظبط، خلصناهم. طب عايزين نروح، لا 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 لا، في سيستم جامعه اللي المفروض تروحوا الساعه 2 والجو حر والدنيا رخمه. يعني حرفيا الجو حر بطريقه، كان امبارح الدنيا حر بطريقه مستفزه. يعني فضلنا قاعدين، رحنا نلعب بينج شويه انا واصحابي وما اعرفش ايه والكلام من ده. ولما خلصنا يعني كانت الساعه 2 بالظبط كده، بصمنا ومضينا وروحنا. فالمستفز في الحوار كله الجو الحر، انك تركب مواصلات وتبقى قاعد جنب ناس والدنيا انت فاهم الدنيا زنقه في بعضها والكلام من ده كله، بتبقى حاجه مستفزه الصراحه. انا ما عادش عايز انزل امتياز. يعني انا نزلت امبارح، انا روحت قلت انا ما عادش عاوز انزل تاني. والله العظيم انا من ساعه ما رجعت وانا نايم نايم وجسمي تعبني قوي. ما انصحكش يعني، ما انصحكش في ايه، انت كده كده هتدخل الامتياز غصب عنك. يعني انا بفكر ان انا اذاكر بقى اطفال وكده، مع ان انا ما كنتش عاوز ان انا اشتغل اطفال، ولكن غصب عني ان انا لازم اذاكر اطفال علشان يعني فهمني ان انا اطور نفسي في حاجه معينه. يعني كان في دكتور نصحني وقال لي حاول انك يعني مثلا تحتك بكل التخصصات، سواء كان اطفال، نساء، مثلا بطنه، اختص يعني مش اختص بحاجه معينه، لا حاول انك تكون عارف كل حاجه، وبعد كده فيما بعد لو عرفت انك تتخصص بقى في حاجه معينه اتخصص في حاجه معينه، ولكن ما تقولش ان انا ما بحبش كذا وما بحبش كذا. هو نصحني بكده الصراحه، وانا ناوي ان انا اخد بنصيحته، ولكن انا هدور على سورس معين يعني ان انا اذاكر منه الاطفال، وتوكلنا على الله يعني. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت
مرصادا جات وحددوا شويه شغل بقى كده ماما طالباهم مني، المفروض ان انا اعملهم. فبس. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وفي نهايه الفيديو يا صديقي، طبعا احنا داخلين على سنه دراسيه جديده ان شاء الله، عاوزك كده تكون فايق معايا، لان ان شاء الله هنفضل مع بعض كده طول السنه وهنظبط الدنيا كده وهنذاكر وان شاء الله هنطور من نفسنا وهتبقى الدنيا زي الفل. فعاوزك انك تكون متفائل من بدايتها كده، ما تسمعش كلام حد، ما تسمعش كلام اي حد يحبطك. طول ما معاك يوسف فانت ان شاء الله هتبقى متشجع طول الوقت. وانا مش باجي علشان خاطر ان انا اشجعك ولا كلام من ده كله، ولكن انا بقول لك اللي فيها، فاهمني؟ يعني انا بحاول ان انا اجي اخليك تفكر صح، وعايزك تبتسم كده زي عادتنا ان احنا على طول مبتسمين، ما نزعلش، نكون مبسوطين. فارمي كل اللي انت عديت بيه ورا ظهرك خالص ونفكر في اللي جاي. ما مش هنقعد نزعل على حاجات فاتت، ومش هنقعد نزعل على حاجات احنا بنمر بيها، لان انا زي ما قلت لك قبل كده وفيديوهات كتير قبل كده، طول ما الموضوع مش جنه ونار يا باشا اوعى تزعل، زي الفل يعني. فبس فان شاء الله بقى اقابلك في الفيديو الجاي، وكفايه كده يعني. بس ولو عجبك الفيديو ما تنساش انك تشير للفيديو او تعمل لايك. على فكره كل ما بتعمل لايك للفيديو كل ما بيظهر لناس اكتر. بس يعني واتمنى ان الفيديو يكون لطيف خفيف على قلبك كده وما يكونش ممل.